السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الثاني من دروس تعلم كيك بي اش بي. في الدرس الأول تعرفنا على ما هو الكيك بي اش بي، وقلنا أن الكيك بي اش بي هو الفريم ورك. الفريم ورك هو مجموعة من الكلاسات التي تمت برمجتها من قبل. طبعا الكيك بي اش بي لا يوفر لنا هذه الميزة فقط، بل يوفر لنا ميزات إن شاء الله سنتابعها في دروس لاحقة. من أهم هذه الميزات والتي سأخصص لها درس بالكامل وهو الحل البرمجي. هذا الحل البرمجي هو أحسن حل برمجي خاص بالويب، ألا وهو ال MVC. طبعا في هذا الدرس نتعرف ما هو ال MVC، ما هي أجزاء ال MVC، متى سنستعمل MVC ومتى لا نستعمل MVC، مع شرح أرشيتكتور MVC، هندسة ال MVC. أولا، ما هو ال MVC؟ ال MVC هو الحل البرمجي ككلمة، هو موديل M View V وكنترولر سي. باختصار هو MVC موديل فيو كنترولر. هو حل برمجي يقتضي على تقسيم مشروعنا إلى 3 أجزاء: الجزء الأول وهو الموديل، الجزء الثاني وهو الفيو، والجزء الثالث هو الكنترولر. طبعا ما هو الموديل؟ الموديل هو مجموعة من الكلاسات التي تتعامل مع قواعد البيانات. طبعا ليس بالضبط قواعد البيانات، بل كل منابع البيانات، مثل الملفات وملفات XML وقواعد البيانات. طبعا سيدور في ذهن المبرمج العزيز أننا سنتعامل مع قواعد البيانات بواسطة دوال الماي اس كيو ال الخاصة بالنسخة الرابعة بالبي اش بي، أو كلاسات البي دي او الخاصة بالنسخة الخامسة من البي اش بي. طبعا لا ذاك ولا ذاك، بل سنستخدم تقنية جديدة تسمى بالاو ار ام. هذه التقنية توفرها الكيك بي اش بي، وهي أنها باختصار شديد أنها ستحول قاعدة بيانات علائقية إلى قاعدة بيانات كائنية التوجه. فمن اسمها سنعرف خصائصها: ORM Object Relational Relational Mapping، يعني أنها ستحول قاعدة بيانات علائقية كالما SQL سيرفر، أوراكل، سيس، أوراكل، وطبعا محركات قواعد بيانات أخرى، إلى بالتعامل معها ككلاسات كائنية توجه. طبعا من خلال هذه التقنية سنتعامل مع قواعد البيانات دون أن نكتب أي سطر كود، أي سطر SQL. سأكرر: دون أن نكتب أي كود SQL. في دروس الموديل سنتعرف جيدا على هذه التقنية. الجزء الثاني وهو الفيو. هذا الفيو هو مجموعة ملفات التي تكون الواجهة. طبعا الواجهة في الحل البرمجي MVC يتكون من 10% آه، كود برمجي، هنا في حالتنا كود البرمجي هو البي اش بي، و90% كود HTML. الجزء الأهم في الحل البرمجي MVC وهو الكنترولر. أنا أسميه بضابط الشرطة، فهو المنطق أو كود منطق المشروع. يعني به سنتعرف إذا كان المستعمل قام بتسجيل دخوله، أو له أو أو له خاصية تعديل الموضوع وكذا. يعني هذا يسمى بمنطق المشروع، وهو الجزء الذي سندرسه في الشرح الخاص بالكنترولر. أهمية استعمال ال MVC. طبعا كمثال بسيط في أهمية استعمال ال MVC سأقول لك: أنت برمجت بال PHP التقليدية، يعني فقط يعني أن الكود، كود الواجهة وكود المنطق دائما يكونان في نفس الملف. طبعا لو قلت لك أنك ستغير واجهة مشروعك، فإنه من الصعب أنك ستغير. حتى لو عملت قص ولصق، فهذا يعتبر تعب. إذا بما أن ال MVC يقسم
ويفصل كل جزء عن الآخر، جزء الخاص بقاعدة البيانات وجزء الخاص بالمنطق وجزء الخاص بالواجهة. فإنه يمكن أن نغير الواجهة دون أن نغير الجزئين الآخرين، ويمكن أن نغير قاعدة البيانات من ماي اس كيو ال إلى اس كيو ال سيرفر دون أن نغير الكنترولر والفيو. طبعا هل رأيتم أسهل من هذا؟ إذا الأهمية القصوى من استعمال MVC هو أننا نعمل تعديل على مشروعنا في جزء خاص دون أن نغير جزء آخر. أهمية أخرى وهي أنه يمكن أن نجرب الكود منطقي دون أن نجرب جل المشروع. طبعا يعني مثلا في مشروع مبرمج ب PHP التقليدية، فإنه لو عملنا تيست أو تجريب على الكود المنطقي، فلا بد أن نجرب معه كود الواجهة. بل مع استعمال الحل البرمجي سنجرب فقط على جزء معين دون الأجزاء الأخرى. طبعا هنا قلنا أن أهمية استعمال MVC هو أننا سنعمل تعديل على جزء من المشروع دون جزء آخر، وسنجرب على جزء من المشروع دون تجريب أجزاء أخرى. مثلا نستعمل MVC. طبعا من أهمية استعمال MVC ستعرف مثلا نستعمل MVC. تجريب المشروع والتعديل المشروع سيكونون بالخصوص في مواقع ومشاريع يعني دائما تعدل، مشاريع كبيرة. طبعا أنا لا أنصح باستعمال كيك PHP وبالخصوص MVC في مشاريع صغيرة مثلا مشاريع ذات ملفين أو 3 ملفات، فهذا مضيعة للوقت. لأن المشروع لأن الكور أو قلب قلب الكيك PHP سيكون أكبر حجم من المشروع، وهذا عيب. يعني لا أنصح باستعمال ال MVC والكيك PHP في مشاريع جد صغيرة، مثلا من ملفين إلى 5 ملفات. لا تستعمل MVC. مثال على بنية ال MVC. سأشرح إن شاء الله طلب HTTP. هنا من يطلب سأشرح دورة طلب HTTP. هنا من يطلب ال HTTP؟ طبعا العميل هو من يطلب ال HTTP. يجب أن تعرف أخي أن مستعمل موقعي وموقعك يسمى في البرمجة عميل كليون. يعني دائما نتكلم بكلمات تقنية، نسميه عميل. أنا عميل موقع أو منتدى، أو ذاك عميل موقع ومنتدى وليس مستخدم، بل نقول عميل. طبعا العميل سيطلب HTTP أو يصنع HTTP. حتى صنع HTTP هو سهل. طبعا مثلا لما تقول www.google.com فإنك تعمل طلب HTTP. مثلا سأعمل www.example.com/posts/index. هنا أؤكد على /posts/index. هنا في بنية ال MVC جميع طلبات ال HTTP تستقبل من طرف ملف واحد، هو في مثالنا أو في الكيك PHP يسمى بالindex PHP. هذا الملف الخاص هو يسمى في البنية ال MVC بديسباتشر. هذا الديسباتشر له دور وحيد فقط، هو أنه سيتعرف على ما هو الكنترولر الخاص بهذا الطلب HTTP، وما هو الأكسيون الخاص بهذا الطلب HTTP. طبعا هنا لمن لا يعرف الأكسيون هي دوال تكون في الكنترولر. طبعا أي واجهة لها لها أكسيون خاص بها.
طبعا في دروس القديمة سنتعرف جيدا ما هو الأكسيوم. إذا قلنا أن الكليون أو العميل طلب www.example.com/posts/index. إذا الديسباتشر هو من استقبل هذا الطلب، وعرف أن الكنترولر هو البوس. أؤكد على أن الكنترولر هو البوس والأكسيون هو الاندكس. إذا ماذا سيعمل الديسباتشر؟ سيعمل إذا انستانسياسيون اوبجكت اوبجكت كنترولر بوس. يعني سيعمل create object من class boss، ثم سيستدعي الدالة التي توجد في البوست التي تسمى بالاندكس. طبعا نعتبر أن هذا الطلب www.example.com أو .com/post/index أنه سيعطينا آخر المواضع. إذا الدالة التي سنستدعيها ماذا ستجلب؟ أولا ستجلب بيانات آخر المواضع. إذا من ستجلب من موديلز يسمى بالبوس. هذا الموديلز سيتم التواصل مع قاعدة البيانات وسيجلب آخر 10 أو آخر المواضع. هذه آخر المواضع بعدها سيعطي هذا الموديل ريتيرن، سيعطينا ريتيرن وسيعطينا آخر المواضع. إذا ماذا بقي أن نعطي هاد البيانات أو آخر المواضع إلى الواجهة. إذا هاد الأكسيون اندكس الواقعة في كنترول البوست سيعطيها إلى الفيو بدورها ستجعل كل معلومة في موقعها. يعني حقل الإيدي سيرتبط مع معلومة الإيدي، وحقل محتوى الموضوع سيرتبط مع معلومة محتوى الموضوع. إذا الفيو رتبت كل البيانات في الواجهة. إذا ماذا بقي فقط أننا نرسل تلك الواجهة إلى الكليون. هذه هي دورة طلب ال HTTP. هي سهلة جدا. طبعا لا يغرك هذا المثال أو لا تتعجب من البنية ال MVC، فهي جد بسيطة، فقط يتطلب التمرين ثم التمرين ثم التمرين. انتهى الدرس الآن. إن شاء الله في الدرس القادم سنتعرف كيف تثبيت مشروع الكيك PHP. إلى هنا، شكرا.